الوك دي يا ستي قطعة برضه مميزة جدا عندنا بسبب انها القاعدة بتاعتها اسمك 3 مرات من اي قاعدة في اواني AMC كلها. طب السمكة دي ايه فايدتها؟ انها بتعمل لي حماية للزيت من الهدرجة. والميزة التانية ان احنا عندنا اكبر قطر لوك في العالم. كلهم دايما هتلاقي قطر اللوك بتاعهم حاجه صغنطوطه كده، لا انا عندي الكوبر ده بيسمح لي ان انا احط اللوك بتاعتي على النار من غير ما اكون قلقانه ان الحراره عاليه او ان او يعني في ناس بتضطر توطي النار، ودي سمعتها من كذا حد يعني عشان عنده قاعدته صغننه كده. طب انا هقلي ازاي على نار واطيه؟ لا احنا اللوك بتاع AMC بيقول لك علي نارك، اقلي براحتك، في حمايه للزيت بسبب القاعده الثلاثيه اللي تحت دي. الزيت ابدا مش هيتهدرج. يعني ايه؟ يعني مش هيوصل للدرجات اللي هي ال 250 وال 300 وال 300 اللي هي بتكون النقط الصفراء اللي دايما يدور المقالي بتاعتنا اللي بتوسخ الشفاط والحيطان. بس احنا عندنا هنا بوستر مش متوسخ ولا اي حاجه من 2016 او من 2015 الفعل. فميزات كتير قوي في قصه ان انا اخد اليوك عشان هقلي وعشان هطبخ كمان وعشان ادخلها صينيه في الفرن. يعني دي كده قطعه متكامله في ال3 حاجات دول، قلي وطهي وصينيه في الفرن. النهارده هنعمل في مقاسات منه ولا هو احنا عندنا 4 مقاسات، ده اكبر واحد ومش بننصح بيه حد يعني الا اذا واحده بقى واخده اصلا الوك الصغير وتقولي لا انا عايزه الكبير ده عشان اطلعه على السفره. هو على البوتاجاز بيبقى مجنح كده شويه. فالمقاسات اللي هم ال3 اللي قبليه الطف. بصي هنا بيرن لي اهو وطالع لي في الشاشه علامه ماينس. اللي احنا كده نوطي النار. شايفاها؟ تمام. معناها وطي النار. بصي بقى هوطيها قد ايه؟ طبعا يعني هو بعد ما بياخد الحراره بتاعته ويخزنها يبتدي يقول لك بقى انا خلاص كده الحراره اللي عندي كفايه وطي النار، انا مش عايز اكتر من كده. تمام. القاعده الذكيه تعتبر بتختزن الحراره. هنعمل بقى التجربه بتاع لو عايزه تسكتي الصوت، هو بيرن 4 رنات عشان يجيبك من بعيد لو انت تمام. لو عايزه تسكتي الصوت هتدوسي على اي زرار يمين او شمال. الزيت عايزاكي تشميه. الزيت ده ريحته ايه؟ زيت عادي زيت. احنا بقى قالين فيه بطاطس وبتنجان وكرفبيت وسمك واي حاجه تتخيليها. احنا بنيجي هنا الصبح نفطر مع بعضينا فبنجيب فطار ونفطر. الديموهات اللي شغاله برضه نفس الكلام. طب ليه ما فيهوش ريحه؟ عشان احنا ما عندناش اختلاط ايه البطاطس بسبب السليق. ما هنعمل اختراع. احنا دلوقتي بنخترع. تقدري تعملي كده في البيت الاختراع ده؟ طبعا هيعجن منك. اكيد البطاطس هتعجن منك. احنا هنا دي تجربه عشان اوريكي قد ايه AMC القاعده بتاعتها حساسه. ده هوت بليت عادي ويعني بيتحط على البوتاجاز عادي. كله بيتحط على البوتاجاز عادي. انا بس هنا احنا حاطين ده وده عشان تاخدي العرض كله الحاجات كلها تستوي في نفس الوقت. شويه كده وهنشوف البطاطس بقى البخار اللي هيطلع منها ده عامل ايه. تمام. وعندنا ما غطيتيش البطاطس بالزيت. ما غطيتهاش. ما قصدك ان الزيت يبقى غامر البطاطس؟ يعني مش شرط. مش شرط عادي. شويه كده هزحهم مع بعض بس هو مش شرط. تصميم الوok الكروي هو ده اللي بيسمح لنا ان احنا نقلي حطي كميه زيت قليله، اكبر كميه باقل كميه زيت ممكن. وده كده بيرن لي بيقول لي انا خلاص جاهز. انت كنت ظبطاني على علامه اللحمه، معناها ان القاعده خلاص اختزنت حراره. طيب في معدن انت شفتيه قبل كده ولعنا عليه النار كل الوقت ده وليه ما بنغيرش؟ حبيت اسال برضه قطعه بقى الفراخ في الفروزن. الافضل لو انت بتعمليها في البيت تبقى نص فروزن يعني او متجففه ما يبقاش فيها سوائل عشان ما تتحولش معاكي لحاجه فيها ميه. انا عايزه احس بالشوي صح. تمام. فلو انا عاملاها لسه طازه ما دخلتهاش الفريزر بجففها تنزيل واروح مشوي. دلوقتي انا خلاص حطيت القطعه بتاعتي او الكفته او اي حاجه وهي عارفه ريحتها بدات تطلع. هي عارفه انها على الشوايه. قلت فهم عارف انه على الشوايه. فدي حاجه اسمها تيرنينج بوينت، بيرجع يرن لي تاني عند درجه حراره 90. 90 دي افتح عشان اقلب ايه قطعه الشوي جنب ايه بردت علشان تحوليها. خلاص هي بتكون خلاص كده الجزء الملامس للشوايه استوى فبالتالي بقلبها على الجنب التاني. حطيتي بصله؟ شفتهاش ده الزيت المسحوق عادي.